أكيد صارت لك أو على الأقل صارت لشخص تعرفه إنك تكون متمسك بشخص مؤذي بالرغم إنك تعرف أشخاص محلاهم في حياتك، أما أنت ما تكبش كان في الشخص اللي يضرك. بصراحة هي الغلطة منك ومش منك فرد وقت، خاطر فما حاجات بيدك وحاجات لا. نبداو بالحاجات اللي منك. أول وأهم سبب هو إنك ومن غير ما تشعر تاخذ دور المصلح ذا فيكسر. تبقى تقول لروحك نجم نصلحه وتبقى تحاول تصلحه بالحق، خاطر عندك ادمان الشعور بالانقاذ او انك تشعر بالرضا عن نفسك وقت اللي تصلح العباد الاخرين. والسبب الثاني هو التمسك بالذكريات، والحاجة هذه منك على خاطر انت في بلاصة ما تغزر للحاضر وتغزر للمستقبل، تبقى تغزر كان للذكريات وتبقى تغزر كان للباهي ومغمض عينيك على كل شيء اخر. السبب الثالث الخوف من الوحدة، يعني حتى بينك وبين روحك تقول حتى إذا كان نبقى في علاقة ضارة خير من اللي نبقى وحدي. نجيو توا للأسباب اللي ماهيش منك. أول حاجة هي التعلق الكيميائي. بالطبيعة في النوع هذا من العلاقات اللي ماهيش صحية يكون فما ارتفاع وانخفاض كبير في المشاعر، الحاجة اللي تخلي مخك يفرز دوبامين في كل ذروة متاع مشاعر فتولي مدمن من غير ما تشعر. السبب الثاني اللي مش بيدك هو الجاس لايتنج أو التلاعب النفسي اللي يمارسه الطرف الآخر، اللي يخليك تحس وتصدق حاجات غلطة وتشكك في شنو غلط وشنو صحيح، الحاجة اللي تخليك ما تخممش انك تبعد. السبب الثالث هو الاعتياد، ونعرفوا الناس الكل انه كيف تستانس بحاجه صعيب برشا باش تنحيها، خاصه في النوع هذا من العلاقات يتكون لك خوف من الهجر. يعني مهما كانت العلاقه ومهما كانت تاثيرات العلاقه عليك عطيك انه الشخص الاخر ما يترككش.